لما العلم يتحدى الطبيعة الوحوش القديمة هترجع، واللي يدخل الجزيرة المهجورة دي بيحكم على نفسه بالموت. الفيلم بيبدأ من 17 سنة في جزيرة اسمها سانت هوبر. الجزيرة دي كان فيها مختبر أبحاث بيعملوا فيه تعديلات جينية على الديناصورات، وفجأة واحنا في المعمل واحد من العلماء بيدخل وبنشوف ان في باب داخلي علق وما قفلش صح، والانذار بيضرب وكل اللي في المختبر بيجروا ويهربوا، بس في عالم بيتحبس جوه وزميلته بتحاول تساعده بس بتتصدم لما بتلاقي الديناصور طالع وراه، والراجل بيصرخ بيستنجد بيها بس هي بتتجمد مكانها وتقول له اسفه، وساعتها الديناصور بيفترسه. بنرجع لوقتنا الحالي بعد مرور 32 سنه من رجوع الديناصورات للحياه. دلوقتي الديناصورات متجمعين في جزر عند خط الاستواء، والحكومه عامله حظر ممنوع اي حد يقرب من هناك. وهنا بيظهر كريبس وهو سايق عربيته والزحمه خانقاه، ومعاه واحده اسمها زورا. ومن كلامهم بنعرف ان كريبس عنده شركه ادويه وعاوز يعمل مهمه سريه في الجزر الاستوائيه علشان يجمع عينات دم من الديناصورات، وبالعينات دي شركته بتقدر تطور جدا. وكمان بنعرف ان زورا اترشحت للمهمه لانها كانت من قوات العمليات الخاصه، ويسحب عينات دم من 3 انواع، بحريه وعاشبه وطائره، علشان شركته تتطور. زورا في الاول مش مهتمه لحد ما كريبس يعرض عليها مبلغ في 7 اصفار وتوافق على طول، وبيروحوا للمتحف ويتفقوا مع دكتور هنري اللي خبير ديناصورات، وهو مستغرب ان كريبس عايز يروح من غير حمايه لان المهمه خطيره. لكن زورا بتغريه بالمغامره. عمرك شفت ديناصور عن قرب؟ دي تجربه مره في العمر. بعد ما هنري وافق يشاركهم المغامره بيروحوا على طول للشخص الرابع وهو دانكن، وفي الاول كان موافق، لكن لما يسمع تفاصيل المهمه بيرجع في كلامه ويقول المغامره ده هتبقى خطيره وحياتنا هتبقى في خطر. زورا بقى ما تسكتش واستفزته وبترد عليه وبتقول له لو مش جاي معانا تبقى جبان، وتقول له انا المسؤوله وهامن الفريق. الكلام لمس كبرياءه ووافق، بس بشرط يروحوا بالقارب بتاعه ومعاهم مساعد اسمه بوبي علشان يحميهم، وكريبس بيوافق على طول. وبيبدا الفريق رحلته في المحيط، والقبطان ومعاه مساعدته نينا، وبيقودوا القارب ناحيه الجزر الاستوائيه. وبوبي يوريهم سلاح في سموم عصبيه وقال لهم هنستعمله بس لو الديناصورات هجمتنا. الدكتور هنري يتوتر ويقول احنا مش جايين نقتلهم، لكن بوبي بيرد عليه ويقول له ده دفاع عن النفس بس. ومع كده الدكتور هنري مش مرتاح. وبعد كده نسيب فريق كريبس ونروح لقارب تاني وسط البحر. هناك عيله صغيره طالعه رحله بحريه. الاب اسمه روبن قاعد يكلم بنته الصغيره اليزا، وفجاه تطلع بنته الكبيره تريزا مع الكابينه ومعها حبيبها خفير. بعد شويه تريزا تلاحظ ان في حاجه غريبه بتتحرك تحت الميه، وفجاه يطلع قدامهم ديناصور بحر ضخم يهجم على القارب ويقلبوا بيهم في الميه، والعيله كلها مسكت في القارب المقلوب وقعدوا فوق وبعتوا رساله استغاثه باللاسلكي لاي سفينه قريبه منهم. تاني يوم فريق كريبس بيسمع النداء بالراديو، لكن هنا بيبدا الخلاف. كريبس ومعاه بوبي مش عايزين يغيروا مسارهم ويضيعوا وقت، وبيقولوا اكيد في حد تاني هيسمع الرساله وينقذهم، انما زورا بتصمم ان لازم نساعدهم دلوقتي. وفي الاخر دانكن هو اللي يحسم الامر ويقرر هنروح ننقذهم دلوقتي. وبنرجع للعيله لسه قاعدين فوق القارب المقلوب، واول ما بيشوفوا قارب الفريق بيقرب بيفرحوا جدا ويقولوا اخيرا حد جه ينقذنا. وبعد ما بيطلعوا معاهم على القارب بيبداوا يسمعوا كلام الفريق عن المهمه الغامضه دي، لكن كريبس مش بيقول الحقيقه، بيكتفي بيقول لهم احنا رايحين الجزيره نجيب شويه حاجات ونرجع. وهنا بيظهر الديناصور البحر مره تانية جنب القارب، والفريق بيشوف انها فرصه ذهبيه ياخدوا منه اول عين الدم. وزورا بتجهز السلاح اللي فيه الحقنه المخدره وتفضل مترصده لحد ما الديناصور يقرب لمسافه 10 متر، وبعد كده تضرب اول طلقه، ولكنها تفشل وما تصيبوش. وزورا بتطلب من هنري حقنه تانية بسرعه فيجهزها ويحطها في السلاح، والديناصور يقرب اكتر واكتر، وزورا بتضرب الحقنه وتسيب الهدف. الحقنه تبتلق بالعينه وتطير في الهواء، والفريق يحاول يلحق يمسكها، وبكده بيجمعوا اول عين الدم والكل بيفرح ويهلل. بعدها هنري ياخد زورا على جنبه ويقول لها انت فاكره الدواء اللي هنعمله من العينات ده هيكون للناس كلها؟ لا، ده الشركه بتاعت كريبس هتبيعه للاغنياء بس. وزورا بترد عليه ببرود وتقول له انا مالي، مش دوري افكر في كده، كل اللي يهمني المهمه تخلص واخد فلوسي. لكن الدنيا ما تهداش، فجاه يطلع قطيع ديناصورات تانية حوالين القارب، وبوبي يتوتر ويفتح نار عليهم من غير سبب، وطبعا ده بيغضب الديناصورات اكتر، وواحد منهم يهجم عليه ويشده لتحت الميه ويخلص عليه في لحظه، والفريق يزود سرعه القارب باقصى ما عندهم والديناصورات وراه. ودان كان بيقول لازم نروح للميه القريبه من الشاطئ وبكده مش هيقدروا يلحقونا، بس المشكله ان صخور حوالينهم ممكن تخبط في القارب وتغرقه. وسط الرعب ده الاب روبن يقول لبنته تريزا ادخلي اوضه القياده بسرعه وابعتي رساله استغاثه باللاسلكي، والبنت بتجري لكن فجاه كريبس يوقفها ويمنعها، مفيش استغاثه، دي مهمه سريه ومحدش لازم يعرف عنها اي حاجه. وتريزا بتحاول تزق كريبس بعيد عنها لكن تتزحلق وتقع، وبتمسك بالقارب قبل ما تغرق وتنادى عليه يساعدها، لكنه بيقف يتفرج كانها مش موجوده. ابوها روبن يشوفها وهي بتسقط، وساعتها خفير
حبيبها بينط في الميه عشان ينقذها، وبعدها ابوها ومعاه اختها الصغيره اليزا بيرموا نفسهم هم كمان، خصوصا بعد ما القارب قرب يتحطم بالصخور. الجميع بينط الا دانكن اللي يفضل سايق القارب للاخر لحد ما يوصل للشاطئ. وفي الميه تريزا بتقول لخفير كريبس حاول يقتلني، وهناك بيلاقوا ابوها واختها ويتجمعوا سوا. في نفس الوقت كريبس يقدر يعوم ويوصل للجزيره، وزورا مع هنري بينجوا من الهجوم وبيطلعوا للشاطئ. لكن المصيبه اللي بتحصل ديناصور ضخم بيطلع من البحر ويخطف نينا مساعده القبطان، وقدام عينين دانكن اللي يفضل مصدوم وهو شايفها بتتسحب بالميه وتتاكل. وبعدها بنشوف عيله روبن وهم داخلين مغاره في الجزيره وبيشوفوا منظر خيالي لاطلاله الجزيره. اما كريبس فبيكشف للفريق الحقيقه ويقول لهم الجزيره دي هي سانت هوبر، مكان المختبر السري اللي كانوا بيطوروا فيه جينات الديناصورات، والتجربه فشلت والديناصورات هربت وسيطرت على الجزيره، والحكومه ساعتها قررت تتسحب وتسيب الجزيره ليهم يعيشوا فيها. والكل بيتعصب من كريبس لانه خبى عنهم المعلومه دي من الاول. لكن زورا بتقطع الكلام وتقول احنا هنا عشان المهمه دي ولازم نكمل ونخلص ونرجع بالمكافاه، وبدون تردد بتتحرك قدامهم بخطوات واثقه عشان تبدا تجمع العينتين الباقيين. الفريق يكمل طريقه جوه الجزيره وفجاه يسمعوا اصوات غريبه، ديناصورات عملاقه من اكل النباتات بتظهر قدامهم. زورا جهزت الحقنه لكن هنري بيقرب منهم بهدوء ويلمس رجل الديناصور وهو مذهول ويقول دي اول مره المس ديناصور حقيقي. زورا بتضرب الحقنه وتاخد العينه بنجاح، والحقنه بتطير في الهواء لكن دانكن بيلحقها، وبكده يكونوا جمعوا العينه التانيه وما بقاش بقى غير عينه اخيره من الديناصورات الطائره. وفي الناحيه التانيه عيله روبن وصلت لجوه اعماق الجزيره، وتريزا بتلمح قارب متعطل بعيد شويه فبتقرر تروح بنفسها يمكن تلاقي حاجه تنفعه. وهي ماشيه بتلاقي ديناصور ضخم نايم جنب القارب، وبتمشي على اطراف صوابعها وتحاول ما تعملش اي صوت، وبتدخل الكابينه وبتلاقي شنطه فيها قارب مطاط تسحبه بحذر ناحيه الميه. ابوه وحبيبها خفير بيصرخوا لها بالاشاره ما تفتحيهوش، لكن هي بتفتحه، والقارب بيعمل صوت عالي جدا وترفع عينيها بتلاقي الديناصور اختفى. وبعد لحظات بيظهر وهو بيشرب ميه، تستغل الفرصه وتتحرك بالقارب بسرعه لحد ما توصل لعيلتها، والكل بيركب معاها ويبداوا يجدفوا باقصى قوتهم عشان يبعدوا عن الوحش قبل ما يلاحظوا. وهم في نص البحر الديناصور بيهجم عليهم ويقلب القارب، فالاب مع باقي الفريق بيحاولوا يعوموا بسرعه لحد ما يتجمعوا من تاني، لكن فجاه بيكتشفوا ان اليزا مش موجوده، وبيسمعوا صوتها محبوسه تحت القارب المقلوب. والمصيبه ان القارب بيتسحب ناحيه الديناصور اللي رافع بقه مستعد يبلع اي حاجه، والكل بيفتكر انها خلاص ماتت. بس فجاه اليزا بتطلع من الميه وبتجري ناحيتهم، والديناصور بيطاردها لكن في اخر لحظه بتنجح وتفلت وتدخل بين الصخور، والديناصور بيعجز يعدي ويسيبهم. والصدمه الحلوه القارب بيطلع قدامهم سليم، وفي نفس الوقت باقي الفريق بيطلعوا لمكان عالي عشان يحقنوا الديناصور، وبعدين ينزلوا بالحبال لحد عشه وبيكون مليان بيض، فبياخدوا منه عينه. بس فجاه الديناصور بيرجع، وزورا وهنري بيحاولوا يتداروا بسرعه، والقبطان يعمل حركه ذكيه ويشغل الديناصور ناحيته، ولما الفريق يشدوا القبطان بالحبل الحبل يشد معاهم هنري ويقع، لكن الحظ بينقذه ويقع في الميه بدل ما يموت. الفريق بعد ما خلص جمع العينات حطوهم في الشنطه وبداوا يتحركوا، وفي نفس الوقت عيله روبن كانت بتجدف بالقارب لحد ما بيوصلوا الميه القريبه للشاطئ، فسابوا القارب ومشوا ناحيه المختبر. زورا بتلاحظ اثار اقدام وتفهم ان العيله قريبه منهم، فتصمم تدور عليهم رغم ان كريبس بيقول ان ما عادش فيه وقت، وبتفضل تنادي لحد ما تلاقيهم. وساعتها اليزا اول ما بتشوف كريبس بتنفجر فيه وتتهمه انه كان عايز يقتلها، وكريبس بكل برود بيرفع المسدس ويقول لها انت كدابه، وياخد شنطه العينات منها ويؤمر الكل يستنى الهليكوبتر اللي هتيجي تنقذه. وفجاه المولد الكهربائي بيشتغل اوتوماتيك مع حلول الليل، والانوار تقيد في المكان كله، ومعاها الديناصورات بتظهر من كل ناحيه والكل بيجري بسرعه. عيله روبن بتدخل سوبر ماركت مهجور وتقفل الباب وراه، وهنري ودانكن يدخلوا المختبر ويقفلوا البوابه. بس الرعب ما بيخلصش، واحد من الديناصورات بيلاقي طريقه عبر فتحات التدفئه ويدخل السوبر ماركت ويبدا يزحف جوه ويدور على العيله وهي مستخبيه جوه السوبر ماركت. وروبن بيلاحظ ان الميه بتصرف في بلاعه، ويفهم ان في انفاق تحت الارض، وبسرعه ياخد عيلته وينزلوا قبل ما الديناصور يوصل لهم. وفي نفس اللحظه دي دانكن في المختبر بيكتشف ان الانفاق دي اصلا موصله لقارب طوارئ موجوده على شاطئ الجزيره، والطياره الهليكوبتر بتظهر في السماء، فبيطلب دانكن من هنري يشغلها باي طريقه عشان تيجي تنقذه، وهو هينزل يدور على عيله روبن. لكن فجاه كريبس يركب عربيه ويهرب لوحده بكل انانيه، ويسيب زورا تواجه مصيرها. وزورا بتتدارى وفجاه تلمح ديناصور بيخش من بلاعه للممرات، وبتسمع صوت عيله روبن تحت، فبتقرر تنزل وراه بسرعه عشان تساعدهم. واما هنري فبيحاول يجذب انتباه الطياره ويولع شعله ناريه، لكن الكارثه اللي بتحصل ديناصور ضخم بيهجم على الهليكوبتر ويدمرها بالكامل. ودان كان بيسمع اصوات روبن وعيلته من جوه النفق، فبينزل معاهم بسرعه وبيشرح لهم ان الانفاق دي هتوديهم لقارب الطوارئ، وبيتحركوا سوا، لكن الخطر مش بعيد. فجاه زورا بتلحق بيهم وبتلاقي الديناصور وراهم، ومن غير تردد بترفع سلاحها وتطلق نار وتصيب الوحش،
وبيتحركوا كلهم ناحيه المخرج، لكن يتصدموا ان البوابه مقفوله، واليسا الصغيره جسمها يساعدها تعدي من بين القضبان وتروح من بره تفتح الباب، وفجاه يظهر ديناصور ضخم، بس لحسن حظهم ما ياخدش باله من اليزا وهي بتفتح، وفي نفس الوقت يوصل كريبس بالعربيه والديناصور يلمح ويهجم عليه ويفترسه قدام عينيهم. بعدها بسرعه زورا بتاخد شنطه العينات ويتجهوا ناحيه قارب الطوارئ، والديناصور بيرجع يطاردهم ويوصل قريب من اليزا. هنا دانكن بيقرر يشتت انتباهه، بيولع شعله نار ويرميها، والديناصور بينجذب ليه، ودانكن بيقفز في الميه والوحش بيجري وراه، وبكده يدي بقى الفريق فرصه يركبوا القارب ويشغلوه، وبيتحركوا بعيدا عن الجزيره وهم زعلانين وحزانه على تضحيه دانكن. لكن المفاجاه اللي بتحصل بيشوفوا شعله في السماء، فبيفهموا ان دانكن لسه حي، فبيرجعوا يدوروا عليه ويلاقوه فعلا عايش في الميه، وبيطلعوه معاهم على القارب وسط فرحه كبيره. وفي لحظه هدوء زورا بتسال هنسلم العينات لمين، فيرد هنري القرار يرجع ليكي. بتقرر وقتها ان العينات لازم تكون للجميع مش لشركه جشعه زي شركه كريبس. والقارب بيتحرك بعيد عن الجزيره وبيظهر سرب دلافين يسبح جنبهم، فيبتسموا كلهم ويحسوا براحه وفرحه انهم نجوا اخيرا ومعاهم امل جديد. وبكده تكون خلصت رحلتنا وسط الديناصورات. قولوا لي بقى لو كنتم مكانهم كنتوا هتقدروا تنجوا من الديناصورات دي ولا لا؟ استنوني في فيلم جديد يا اصدقائي، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس.